السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل السردين المخلل بطريقه حلوه جدا هتعجبكم، باسرار المحلات الفسخاني، بطريقه سهله جدا هتعجبكم، وخلال ايام ان شاء الله تاكلوا احلى سردين معانا. ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. ان شاء الله النهارده معايا حوالي كيلو ونص سردين كده بلدي ما شاء الله اللهم بارك. بدأت بقى ان انا اغسله كويس قوي، احطه في طبق كده اغسله كويس قوي عشان اطلع كل القشور اللي بتكون عليه. السردين بيكون عليه قشر كتير من بره كده، اغسله غسله كويسه قوي واصفيه بقى في المصفى كده زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى تحطي فوطه كده تصفيه عليه، بس انا ايه صفيته بالمصفى كده. هبدأ بقى ايه اسيبه كده حوالي نص ساعة او اكتر لحد ما يصفي كل المية اللي فيه. واجيب بقى برطمان زي ما انتوا شايفين كده كبير، يكون ايه مغلق محكم الغلق، ما يكونش بيسرب اي حاجة. وطبعا المكون الاساسي لتخليل السردين زي بتاع بره بالظبط والمحلات، هو الملح بس. في ناس بتحط شطة، في ناس بتحط كركم، بس احسن حاجة لتخليله هو الملح بس. بصوا هبدأ بقى ان انا اجيب البرطمان كده، هحط طبقة ملح الاول، ملح خشن، وبعدين هحط شوية سردين واحط ملح فوقهم، واحط طبقة سردين تانية وبعدين ملح، وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. يبقى كل الطبقات بتاعت السردين بتاعتي بينها وبين بعضها ملح بس. عاوزة تحطي شطة حطي، عاوزة تحطي كركم حطي براحتك، بس انا هي دي طريقة المحلات بتاعت برا، ميحطوش غير الملح بس، الملح الخشن. بصوا ما شاء الله كده اللهم بارك، كنت خلصت كل الكمية بتاعتي، وده كان حوالي تاني يوم كده. طبعا الكمية بتقل مع الأيام، وإن هو يبدأ بقى ينزل المية بتاعته وكده، الكمية بقى بتقل عشان يبدأ إن هو يستوي معاكي. طبعا كل شوية بتعمليه على مثلا يومين كده ويومين على الناحية التانية عشان كل الخليط بتاعك يستوي، إن انت تقلبي البرطمان بتاعك ده كده. تقفلي بقى تقفلي كويس قوي عشان ما يسربش أي حاجة، وعشان ما يبص معاكي. والطريقة دي ان شاء الله حلوة جدا، جربوها، مش هيكون حادق معاكي ولا هينشف ولا اي حاجة. دي طريقة محلات بره، انا جبتها من بره وقلت اقولها لكم. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم، استنوني فيديو جديد.